مرحبا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعت وياكم فيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم راح اسوي تطبيق السمك بطريقة سهلة وبسيطة ومختلفة عن كل مرة. قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. عندي هاي المكونات، عندي تمن، اي تمن تستخدمونه، انا استخدمت تمن الكمية. وعندي هذا بصل وثوم سويته بمحضرة الطعام. وهاي عندي هاي البصل والثوم، وهاي عندي كزبرة ومعدنوس وشبنت، وهاي البهارات بهارات سمك وفلفل أسود وبابريكا وهيل مطحون، تحبون تضيفون أي إضافات. وهذا عندي هنا بهارات سمك وبهارات روبيان برياني العفو. وهاي عندي كيلو سمك، أي سمك تستخدمونه. أنا استخدمت هذا السمكي بحجم متوسط 2 صار كيلو. السمك طبعا راح أقليه، ما راح أشويه لأنه صغار يعني مو مشوي. وهسه نشوف طريقة العمل أو الطبخ. وهسه راح أخلي زيت أو تحبون تخلون زبد كيفكم. هو طبعا الزبد يكون صحي وخفيف على المعدة أحسن من الزيت. هو أنا حتى إذا أستخدم الزيت أستخدم كميات قليلة. نضيف البصل، العفو هنا خليت التمن، وأخلي عليه الملح وماي، وبعدين أضيف باقي الشغلات. هو تمن أبيض عادي. نسوي الخلطة مالت التمن بوحدها يعني، وبعدين من قريب ما يستوي أضيف أنا. نخلي ويانا بصرة وملح ونعوفه يستوي على راحته بوحده. أنا مسوية تطبيق السمك بالتمن الأحمر، ومسويته بعدة طرق. إذا تردون شوفون بالقناة، وهو طرق هاي تطبيق السمك. أكثر العوائل أو الأطفال ما يحبون يعني السمك ويا الخبز، فيفضلون التمن. هنا خليت الطاوة على النار، هاي الحشوة وهاي أقلبيها السمك. هنا أخلي بصل عمود الزفرة وأعوفه يحمى، بعدين أخلي السمك. هنا خليت البصل المثروم ويا الثوم، فصين ثوم مو هواي. هنا أنا بهرت السمسة وأخليها على النار حتى تستوي. مجرد ما يتغير لون البصل نضيف باقي المواد، نضيف بهاراتنا، نضيف الخضرة اللي سويناها. طبعا ضفت للبهارات هاي الحلبة المطحونة، لأن ما عندي حلبة خضرة خليت مطحونة، يكون طعمها هم أقوى، يعني أقوى من الحلبة الخضرة، وهم تطعم كلش طيب. بهاي الوصفة تحبون تضيفون طماطة أو معجون بكيفكم. هنا أنا ما خليت لا طماطة ولا معجون. هسه بدأ يتغير لون البصل، وراح أخلي الخضرة مثل ما قلت لكم. الخضرة شبنت ومعدنوس وكرفس، شبنت ومعدنوس وكزبرة. وهاي البهارات مثل ما قلت لكم ضفت لها بس الحلبة. هنا أضيف لها، وهم يعني نحمسها كلش زين، يعني ما نخليها كلش يعني
تذوب هسي بس يتغير لونها، وأضيف أنا الملح والبهارات وأخليها على التمن. طريقة كلش سهلة وبسيطة والطعم كلش طيب. أتمنى تجربونها وتعطونا رايكم. وإذا وصلتوا لهالمقطع من الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى تكبر قناتنا بيكم. تحبون تضيفون مثل هيل أو دارسين هم يعطيها طعم كلش طيب. هنا هسه أضيفها على التمن. طبعا كترت الجدر من على النار. أضيف الخلطة وأحمسها كل زين أو أخلطها كل زين، وبعدين أرجعها على نار هادئة بس تسبك، وبعدين نصب. وبهذا تكون يعني خلصت وصفتنا. نوم البصل همين يعطي طعم كلش طيب للتمن، خاصة يعني التمن السمس لازم وياه نوم البصرة. بهالشكل، وبعدين من يكمل ويسبك هم نخلطه، والنتيجة النهائية مثل ما جاي تشوفون هاي قدامكم. طعم والريحة ما شاء الله كلش طيب. أتمنى عجبتكم الوصفة والفيديو لهذا اليوم، ونكون خفيفين نطل عليكم، ونلتقيكم على خير بفيديو ثاني ومع ألف سلامة. ولا تنسونا باللايك والاشتراك.